لو اشتغلت في مجال الكمبيوتر او البرمجه اكيد جالك مره صديق او صديقه يسالوك تقدر تخترق رسائل شخص معين، وردك كان ان الرسائل كلها مشفره ومستحيل اختراقها. ده صحيح، بس اللي ما تعرفوش ان بالرغم من ان الطلب ممكن يبان ساذج وردك يبدو منطقي، لكن حابب اقول لك ان التشفير وفك التشفير مش سر، واختراق الرسائل المشفره مش بعيد. خلينا اشرح لك بابسط شكل ازاي بتتخلق مفاتيح التشفير وازاي ممكن تتكسر، وايه دور الكوانتم كمبيوتر في كسر مفاتيح التشفير. كنا شرحنا قبل كده ان التشفير هو تحويل البيانات او الرسائل من شكل واضح بلين تكست لرسائل مشفره او نصوص غير مفهومه سايفر تكست. RSA واحدة من أقوى خوارزميات التشفير واللي بتستخدم في تشفير الإيميلات والرسائل والمواقع وغيرها كتير. RSA نوع من أنواع التشفير غير المتماثل Asymmetric Cipher، يعني التشفير بيتم باستخدام مفتاح عام Public Key، وفك التشفير بيتم باستخدام مفتاح خاص Private Key. الميزة في النوع ده إنه بيديك أمان أكتر، لأن المفتاح اللي بيشفر الرسائل مختلف عن المفتاح اللي بيفك التشفير. كده لو حد عرف المفتاح العام مش هيقدر يفك الرسالة إلا لو كان عنده مفتاح فك التشفير البرايفت كي. وممكن تعرف أكتر عن التشفير وأنواعه من الفيديو ده. في الأول هوضح مفاهيم رياضية بسيطة هنستخدمها في كلامنا. الأعداد الأولية Prime Number. الأعداد الأولية هي الأرقام اللي بتقبل القسمة فقط على نفسها وعلى الواحد الصحيح، يعني مثلا 2 و3 5 7 11، كل دي أعداد أولية. رقم زي 7 أولي مش ممكن يتقسم غير على نفسه أو الواحد الصحيح، لكن الرقم 6 مش أولي لأنه ممكن يتقسم على أرقام تانية زي 1 و2 و3 و6. مود أو باقي القسمة. مود بيقول لنا إيه هو الباقي لو قسمنا رقم على رقم تاني. على سبيل المثال لو قسمنا 7 على 3، 7 على 3 بيساوي 2 والباقي 1. 2 في 3 6، بنطرحهم من السبعة بيتبقى 1، يبقى 7 مود 3 بيساوي 1، وده اللي بنسميه باقي القسمة. دلوقتي خلينا نشوف ازاي بيتم التشفير. لو ان أليس هتبعت رسالة لبوب، للتبسيط هنقول ان نص الرسالة هو 65. أليس هتشفر الرسالة باستخدام المفتاح العام او البابليك كي. بوب هيستلم الرسالة المشفرة ويفكها باستخدام المفتاح الخاص مفتاح فك التشفير برايفت كي. يبقى عشان نشفر الرسالة محتاجين نخلق مفتاح التشفير العام ومفتاح التشفير الخاص، وبعدها هنشفر الرسالة ونفك التشفير. ودي معادلة التشفير اللي بنشفر بيها الرسائل باستخدام خوارزمية RSA. C هتساوي M أس E مود N، وسي هو سايفر تكست او النص المشفر، النص بعد التشفير، وان هو رساله أليس اللي احنا عايزين نشفرها، الرساله الواضحه. وفي مثالنا ده نص الرساله هو عدد 65. اي هو مفتاح التشفير، ان هو عدد كبير ناتج عن ضرب الاعداد الاوليه اللي هيتم اختيارها. ازاي هنخلق مفتاح التشفير العام اللي بيتم بيه تشفير الرساله؟ بنطلع مفتاح التشفير العام او بنخلقه باربع خطوات. اول خطوه هي اختيار رقمين اوليين كبار جدا. في المثال هنتخيل ان الارقام هم 61 و53 للتبسيط، لكن في الواقع الارقام اللي بنستخدمها بتبقى ضخمه جدا وبتوصل لملايين. تاني خطوه حساب قيمه n، وزي ما قلنا n هو حاصل ضرب الرقمين الاوليين اللي اخترناهم في الخطوه الاولى p و q، يبقى n هتساوي p في q. 61 في 53 هيبقى الناتج 3233. تالت خطوه نحسب حاجه اسمها عدد اويلر او فاي ان. عدد اويلر هو عدد الارقام اللي ملهاش قواسم مع n، وديت بتبقى اقل من او تساوي قيمه الان. ولو حابب تعرف اكتر عن داله اويلر واتحسبت ازاي اكتب لي في الكومنتات هشرحها لك ببساطه في فيديو منفصل. لكن خلينا نعرف دلوقتي ان عدد اويلر بيتحسب من خلال المعادله فاي ان بتساوي p ناقص 1 اللي هو العدد الاولي الاول ناقص 1 في q ناقص 1 العدد الاولي الثاني ناقص 1. يبقى فاي ان هتساوي 61 ناقص 1 في 53 ناقص 1 بتساوي 60 في 52 3120. القيمه دي اساسيه في حساب المفتاح الخاص او البرايفت كي المسؤول عن فك التشفير فيما بعد. واخيرا اختيار معامل التشفير قيمه e، وده رقم بنختاره على انه يتوفر فيه شرطين. الشرط الاول انه يكون اكبر من الواحد واصغر من فاي ان اللي حسبناها في الخطوه الثالثه. الشرط الثاني ان ما يكونلوش اي قواسم مشتركه مع فاي ان. في المثال بتاعنا هنختار e بتساوي 17، وده المفتاح اللي اي حد يقدر يستخدمه لتشفير الرسائل. وكده هنطبق معادله التشفير علشان نشفر رساله أليس اللي هتبعتها لبوب. c هتساوي m اس e مود n. النتيجه 2790، والرقم ده هو الرساله المشفره، بمعنى ان نص الرساله الاصليه اللي هتبعتها أليس لبوب هي 65 وهتوصل مشفره بالشكل ده 2790. زي ما شفنا التشفير بيعتمد على الارقام الاوليه اللي تم اختيارها في اول خطوه p و q، وكل ما كانت الاعداد اكبر كانت الرساله المشفره اعقد، لكن في مثالنا استخدمنا ارقام صغيره للتبسيط. وزي ما قلنا فك التشفير بيتم بالمفتاح الخاص اللي موجود مع بوب مستلم الرساله، وبنقدر نطلع قيمه المفتاح الخاص بالشكل ده. حاصل ضرب e في d مود فاي ان بيساوي 1 صحيح، ودي هو المفتاح الخاص او البرايفت كي اللي بنستخدمه في فك التشفير. يعني لازم نلاقي قيمه دي لما نضربها في الاي ونقسم الناتج على فاي ان باقي نتيجه القسمه 1 صحيح. وفي مثالنا دي هتساوي 2753، وده المفتاح اللي هيستخدمه بوب طبقا لخوارزميه RSA. بوب هيستخدم المعادله دي عشان يفك تشفير رساله أليس المشفره. m هتساوي c اس d مود n. وكده رجعنا للرساله الاصليه بعد فك تشفير الرساله باستخدام مفتاح فك التشفير. دي ببساطه خطوات التشفير للرسائل المشفره وفقا لخوارزميه RSA. طبعا ببساطه لو نص الرساله عباره عن حروف زي هاي مثلا بيتم استخدام معايير دوليه للترميز زي اليونيكود. المعايير دي بتدي ارقام مميزه لكل حرف، وساعتها بيتم
تحويل الاحرف لارقام قبل التشفير، والعكس بيتم بعد التشفير. وزي ما شفنا كسر مفتاح خوارزميه التشفير RSA بتعتمد على ان انت تحلل قيمه n عشان توصل للارقام الاوليه البي والكيو، وده صعب جدا بسبب ضخامه الارقام. فاقوى الكمبيوترات التقليديه الحاليه هتحتاج ملايين السنين عشان تكسر او تحلل مفاتيح التشفير. الكوانتم كمبيوتر او الكمبيوتر الكمومي هو التهديد الحقيقي لكسر التشفير، لانها تقدر تعمل ملايين العمليات في وقت بسيط قياسا بالكمبيوتر التقليدي. في 1994 عالم اسمه بيتر شور اخترع خوارزميه باسمه بتقدر تكسر او تحلل الاعداد الاوليه بسرعه خرافيه باستخدام الكوانتم كمبيوتر. الا ان استخدام الشكل ده من المعادلات في كسر مفاتيح التشفير بيحتاج الوصول لكوانتم كمبيوتر بامكانيات معينه. واضح ان الموضوع ده مش بعيد وممكن نوصل له في اقرب وقت. الكوانتم بيقدر يحلل قيمه n اللي هو اساس المفتاحين بسهوله، وده بيخلي فك التشفير مجرد وقت بسيط. لو قدرت تكسر قيمه n هتوصل للاعداد الاوليه البي والكيو المستخدمه في خلق مفاتيح التشفير، وبالتالي هيبقى مفتاح فك التشفير برايفت كي مكشوف وسهل.